السلام عليكم. لو حضرتك سطبت برنامج وبعد كده البرنامج ما فتحش، مجرد ما بتضغط دبل كليك كده ما بيفتحش معاك او بيفتح ويقفل على طول، فغالبا دي بتكون مشكلة جرافيك. طب ازاي احل المشكلة دي؟ حضرتك بتدخل هنا على بتسرش على حاجة اسمها الجرافيك سيتنج، تدخل عليها من هنا، وبعد كده بتدخل هنا دي برامج كلها بتشتغل بالجرافيك. انت بتعمل براوس تصفح مثلا فوتوشوب اللي عندنا مشكلة فيه، فبنروح هنا على الايه، على البروجرام فايل، من هنا فاتح الفوتوشوب بروجرام فايل من السي من الويندوز، وندخل على ادوبي وبعدين نختار هنا الفوتوشوب 2020 ونضغط نختار الفوتوشوب دوت اي اكس اي. فبيضيف لي هنا الايه، بيضيف لي البرنامج، وبعد كده بتقول له اوبشن، تدخل هنا تقول له باور سيفنج مثلا، بعد كده تقول له سيف، او ممكن تختار الايه الهاي برفورمانس على حسب بقى الايه المشكله عندك فين، ممكن تشتغل بدي او تشتغل بدي، وبعد كده تروح تفتح الايه البرنامج بتاعك فهيفتح بدون اي مشاكل. تقدر تتعامل بدون اي مشكله. ايا كان بقى الايه الشكل او الشغل اللي انت عايز تعمله، فبيشتغل معاك البرنامج بدون اي مشكله.